ازيكم عاملين ايه؟ انا ايه. فيديو النهارده عبارة عن بيك كارد او اختار كارت. عندك 3 مجموعات، 1 2 3. قراية النهارده عن اللي انت عايزه واللي انت محتاجه، واللي غالبا اللي احنا بنبقى عايزينه مش هو اللي احنا محتاجينه، وغالبا بنسعى للي احنا عايزينه وممكن يكون مش هيفيدنا بحاجة، في حين ان الدنيا بتدينا دايما اللي احنا محتاجينه. لو عندك اي معلومات عايز تعرفها عن التاروت هتلاقيها في الديسكريبشن بوكس برضو. لو عندك اي اسئلة اكتبها لي في التعليقات او اي اقتراحات لقراءات تانية. وكذلك التواصل معايا هتلاقيه في التعليقات. اشوفك في المجموعة بتاعتك. المجموعة الاولى انت اخترت الكارت ده، هنشوف في الاخر ده كارت النصيحة. تعالى. اول سؤال دلوقتي هو انت حالتك ايه؟ تأمل برضو الكروت كده معايا وشوف هي واقعها معاك ايه. انا رتبت الكروت كده على الحاجات اللي مع بعضها. انت ممكن تكون في حالة مش كويسة بصراحة. ممكن تكون بتحاول ان انت خلاص بتطلع من مرحلة. بص دي البنت هنا بيقولك it hurts to let go. هنا بالعكس ان هو هنا الحاجة اللي يعني ليها سيطرة عليها لسه قاعدة بتسيطر على حياتها، فانت في حاجة كانت مسيطرة على حياتك ايا كانت بقى، وجع، حزن، سبت شغل، سبت علاقة، يعني whatever ايا كان اللي بيحصل يعني في حياتك، انت خلاص طلعت منها ودلوقتي في فترة التحول، وهي ان انت تسيب حياتك علشان تخطو بقى للأمام. الكارت ده بيقولك mentality fucking ill. طبعا مش لازم تكون طبعا لا مريض ولا اي حاجة، بس زي ما انت شايف كده اللي هو يعني حالة صعبة، حالة صعبة. بيقولك I'm not anti social I'm anti bullshit. فممكن يكون اللي حصل معاك هو البولشيت، فانت عشان كده سبت الموضوع ده، او ان انت ممكن تكون كمان منعزل عن الناس، او ايا كان الموقف اللي حصل. ممكن يكون بقى الموقف اللي حصل معاك هو الكارت ده. الكارت ده دايما بيحسسني ان في، بص هنا القطة دي، في فار جايب لها وردة. آه والقطة بص بتبصله كده بامتعاض. فقد يكون ده الموقف اللي حصل معاك. طبعا مش لازم برضو تأمل الكارت معايا وشوف انت شايف او حاسس بايه من خلاله. بس هو ممكن يكون حاجة حصلت مثلا زي كده، اللي هو مثلا انت في شغل وعمال بتعمل يعني بتبذل مجهود وفي الاخر ما بتتقدرش، او اللي هو المدير مثلا بتاعك بيبصلك بالطريقة دي، او كنت في علاقة انت اللي كنت عامل زي الفار وبتحاول بتديله وتقوله وتعمله وبتاع، وهو بيبصلك اللي هو ايه ده. ففي هنا من الاخر يعني حاجة عدم تكافؤ، خلينا نقولها كده. برضو قد تكون مش لازم يكون عندك كل يعني الكلام ده. حالة من الحالات دي ممكن تكون بس هي اللي متوافقة معاك، مش لازم الباقي يعني كله. تاني حاجة هو ان انت بتحاول تسيطر على حياتك، ترسم مستقبلك وتشوف انت عايز تروح فين وتيجي منين. بتحاول ان انت تخلق حياة يعني ما تكونش تزهق منها بسهولة، او ان انت تعافر مثلا فيها، عايز حياة بسيطة. طبعا ممكن يكون ده مع ده الاتنين زي بعض. ممكن تكون هنا بتحاول ان انت تكتشف نفسك او تعيد اكتشاف نفسك، خصوصا لو في حاجة حصلت زي كده. لو ما فيش حاجة حصلت عادي ممكن تكون بتحاول تكتشف نفسك الفترة دي، مش لازم كل الرسائل تكون متعلقة ببعضها. وممكن تكون بتحاول ان انت حاليا في حياتك ان انت تهاف فن، او بتقرر ان انت لا يعني تتبسط زيادة في حياتك، مش كل حاجة مثلا شغل. او ان انت تخلق برضو مثلا الحياة اللي انت تتبسط فيها وهكذا. ده كده الكروت بتاعتك الأساسية حالتك دلوقتي. فخلينا نحطها هنا دلوقتي على جنب ونسأل السؤال اللي جاي، هو
ايه اللي انت عايزه. وطبعا اللي انت عايزه مش بالضرورة يبقى هو اللي انت محتاجه. فبالتالي خلينا نسأل الاول ايه اللي انت عايزه. تأمل الكروت. هحط هنا اللي انت عايزه واللي انت محتاجه هحطه هنا. تأمل كده الكروت معايا. اللي انت عايزه هو ان انت تجد طريقك. ممكن نقول ان احنا زي ما انت قلنا من شوية ان انت بتحاول هنا ان انت تشوف الطريق الجديد بتاعك. فانت ممكن تكون حاسس بالتوهان حاليا، فعايز تلاقي بقى الطريق بتاعك واروح فين واجي منين. الكارتين دول بيتكلموا على الرحلة وعلى الطريق. يعني هنا بيقولك come and be on the journey، تعالى وخليك معانا في الرحلة. يعني come and engage in the process، تعالى خليك يعني انغمس في التجربة نفسها. يعني فحتة ان انت تلاقي الطريق بتاعك ده قد تكون اللي انت محتاجه، او سوري اللي انت عايزه. ممكن تكون ان انت عايز ان انت تلاقي طبعا الطريق ده بقى بسرعة. يعني يقولك هنا no need to hurry، فانت ممكن تكون نفسك مستعجل على ان انت تلاقي الطريق وتمشي وتتقدم بحياتك وبتاع. او حتى لو انت كنت في الموقف ده ممكن تكون مستعجل على ان انت تخرج من الحالة دي، او حتى مستعجل ان انت تكتشف نفسك. يعني ايا كان الحالة، بس هنا في حالة من الاستعجال. والكارت اللي بعديه بيقولك لا، هو انت اصلا في المكان الصح. يعني لو انت فعلا مريت بتجربة ايا كانت، فالتجربة دي سواء حلوة او وحشة، فهي كنت انت لازم تمر بيها علشان سواء بقى تاخد خبرة معينة، تتعلم درس معين او ايا كان. انا عارفة طبعا الدروس ساعات في الحياة بتبقى صعبة، وساعات بتبقى سخيفة جدا، وساعات بتبقى تقيلة جدا جدا جدا، بس في الاخر خلاص هو انت كنت محتاج تمشي في الطريق ده علشان تعلم الدرس ده. وده المكان اللي انت خلاص كان لازم تمر بالتجربة دي. اللي انت عايزه قد تكون ممكن يعني تبقى انسان عادي او طبيعي، او بتروح الشغل مثلا، تيجي من الشغل، او بس انت ممكن تكون من جواك حاسس ان انت غريب او مختلف جدا. والرسالة هنا بتقولك whatever makes you weird، ايا كان اللي انت بيخليك او بيحسسك ان انت غريب هو اصلا ما يميزك. ف هنا برضو رسالة ممكن نقول غير مباشرة ان انت تتقبل يعني حاجة اللي انت شايفها غريبة. هنا اللي انت عايزه ممكن تكون انت عايز تقعد لوحدك، سواء بقى تتقبل نفسك، تتقبل اللي حصل لك، او تكتشف نفسك، او ايا كان اللي كان بيحصل معاك. ده اللي انت عايزه. تعالى بقى نشوف اللي انت محتاجه، لان غالبا الدنيا بتدينا اللي احنا محتاجينه مش اللي احنا عايزينه، لان هو ده اللي بيبقى فيه الصالح لينا. فتعالى كده نشوف ايه بقى اللي انت محتاجه حاليا. كروت اعتقد كده باينه. نبص كده برضو معايا. طيب ايه اللي انت محتاجه؟ محتاج ان انت تقعد وتهدى وتركز شوية. قد تكون ان انت محتاج تخطط، تراجع، تشوف انت رحت فين وجيت منين، خصوصا لو انت فعلا بتحاول ان انت تعرف الاتجاه بتاعك. يعني انت هنا بتخطط لحياتك، عايز تخلق الحياة اللي انت عايزها، وهنا بيقولي ان انت حاسس ان انت تايه. فالكارت هنا بقى اللي انت محتاجه علشان تطلع من ده هو انك تخطط شوية. يعني انا عيني جاية على المذكرة او المفكرة دي بتاعتها. بص مكتوب هنا ويكلي بلانر، في تخطيط، في جدول، في بتاع. فممكن تكون انت محتاج تخطط شوية، تهدى شوية. وهنا مكتوب build your own empire. فلو انت عايز تبني حاجة كبيرة
زي مثلا انت عايز يبقى عندك كوربريت كبيرة، عايز بتعمل مشروع فظيع، فما ينفعش حاجة زي كده كبيرة فجأة ان انا استعجل فيها اصلا. ده فكرني، معرفش انا مشفتش الكارت ده، بس ده فكرني بكارت تاني موجود في المجموعة ديت. كان مثل افريقي بيقولك اذا اردت ان يعني بالبلدي كده، اللي هو لو عايز تذهب بسرعة في مكان اذهب لوحدك، ولو عايز تذهب بعيدا تمشي بعيد يعني وتحصل على حاجات كتير، امشي في مجموعة، تخلي معاك مجموعة. فده قد يتطلب منك كمان ان انت تتعاون مع الاخرين، فما ينفعش ان انت تقعد تحسب هو خطوتين 3 قدام ويلا بينا ننفذها ونبقى نشوف بعدين مثلا. لا، انا محتاجة اخطط مثلا على المدى الطويل. دي حاجة من الحاجات. تاني حاجة، هو بص الكارت ده معايا، تأمله كده. ده بالنسبة لي محتاج ان هو ان انت ترتاح نفسيا. ده برضو ممكن يسمع في نفس الكلام. يعني بص، هنا في طريق وماشي ومتعرج، ده في هنا مية وماشية ومتعرجة، هنا في صربعة ان انا عايزة اعرف الطريق، هنا في راحة ان انا اخد نفسي وارتاح شوية حتى لو انا مش عارف على الطريق. زي مثلا هنقول الشخص اللي مثلا في المشهد ده عايز يوصل للجبل اللي هناك، تخيل ان هو هيقعد على التلة دي ويقعد يستريح شوية. ففي نوع من الراحة محتاج ان انت تعمله الاول. حتى لو انت مثلا قلنا تاني ان انت خارج معرفش من علاقة ومش عارف ايه، يبقى هنا تستريح شوية من اللي انت حاسه، يعني تاخد وقتك في ان انت تحس المشاعر دي. خصوصا معانا برضو هنا الكارت التاني ده، بص البنت جواها مية، والمية دايما بتمثل المشاعر في الحوت، والحوت بيعيش في العمق. يعني محتاج ان انت تشوف انت من جوه قوي انت حاسس ايه، وتتقبل ده، تتقبل اللي انت يعني حاسه. هو لسه واخده بالي دلوقتي، معرفش هيبان على الكاميرا ولا لا. بص البنت تقريبا في خطين هنا ابيض كانها بتعيط. فلو انت فعلا قاعد بتعيط، لو انت قاعده بتعيطي عادي، يعني خدي وقتك في ان انت تعيطي. ايه مش اهي بنت تاني برضو قاعده هنا بتعيط. فناخد وقتنا في الحزن. انا فاهمه ان الحزن ده ما هوش الحاجه الحلوه يعني اللي هنحب كلنا نحسها، وخصوصا لو الواحد اصلا حياته صعبه. يعني لو واحد من وهو صغير دايما حاسس ان حياته صعبة، دايما بيعيط، دايما بيدخل في ازمات، دايما من حالة وحشة لحالة اوحش، يعني فطبيعي مش هيبقى عايز يحس بده. ولكن هو جزء من الحياة، وايا كان اللي احنا عدينا او مرينا بيه هو كده كده يعني هنحسه غصب عننا. في الاخر درس احنا محتاجين نتقبل الحياة كما هي، حتى لو الوحش فيها اكتر. وخلاص هنعمل ايه؟ هنروح فين؟ محدش بيهرب من المشاعر. وده يفكرني بكارت تاني برضو في الدكة ديت، كان عن اللي هو المقولة بتاعت فرويد، المشاعر غير المعلنة هي بتفضل يعني قاعدة جوانا وما بتروحش في حتة، هي في الاخر مع الوقت بتفضل بقى هتخرج منفجرة فجأة بعد كده. فاللي هو لا، كون ان انت فاكر ان انت بتكتم او يلا عدي ومشي وخلص وقلب معايا ومشي اليوم والجو ده، لا، هي المشاعر ما بتروحش في حته. انت مش فاكر عشان عملت النقطه دي يبقى انت يعني خلاص تخلصت من المشاعر الوحشه. لا، هي قاعده مدفونه جواك وهتطلع تاني وهتفضل تتراكم يعني فوق بعضها. يعني انت فاكر ان انت حدث وحش فيلا عايزه احس ان انا كويس، لا هو ما مشيش، هو يجي بقى حدث بعديه يقوم حاطط فوقيه مشاعر تانية وحشه، في مشاعر وحشه هتفضل تكتم جواك، هتفرقع في الاخر. اللي انت محتاجه ان انت تتقبل الحياه الوحشه، ايا كان احداث وحشه حصلت، ايا كان ان انت حاسس ان انت تايه، ما مش عارف انت فين، لا تتقبل ده. ومحتاج ان انت تحس بالgratefulness او بالحمد، او تحمد ربنا حتى وان كان على المواقف
يا ربي بص لسه هقول الموقف الوحش اللي بيقول لك honor your feelings اهو، والله اهو. انا ما طبعا ما بفتكرش الكروت دي، انا عندي كتيره فمش فاكره مين في ظهر مين يعني، بس تتقبل الحاجات الوحشه اللي حصلت. شخصيا يعني التكنيك انا بعمله، بس ده عشان انا شخصيتي يمكن تسمح بكده، هو ان انا في وقت حتى العياط والازمات والبتاع انا ممكن اقعد احلل المشاعر اللي انا حاساها، واحلل الموقف، واحلل انا جيت منين، ايه اللي فين، وايه اللي حصل، والشخص التاني عمل ايه و لان ده في الاخر بيخليني اسأل هو فين الدرس اللي ربنا عايز يعلمهوني، وده بيخليني من جوايا ما افضلش قاعده في احساس الغضب او الحزن او ده، في الاخر بقول خلاص الحمد لله ده درس ربنا بيعلموني. ها فين الدرس بقى؟ اوكي هقعد اعيط ماشي، هنقعد نعيط، هنقعد نقوق شويه، هنقعد ندبدب في الارض، هنقعد نكتب، whatever الحاجات بتاعه التفريغ، تمام. بس في الاخر بيخليني اتفادى كمان ان لو العقل دايما بيفكر في الوحش واللي المفروض واللي كان يحصل وانا كان ممكن مش عارف ايه، لا ده بيخليني انقل تفكيري من العقل والحاجات اللي هي الافكار اللي العقل بيقعد يعملها دي، لاني اروح على الناحية التانية بقى هو فين الدرس. وده بيخليني بشكل عملي ما اقعدش كتير في الوجع، يعني بيعمل كده مرحلة وعي، مرحلة سوري ترانزيشن كده، او مرحلة نقل، ان خلاص في سوري يعني خرا حصل بكلمك بالبلدي، بكلمك بالبلدي، في حاجة وحشة حصلت، هفضل قاعدة اقول كان يا ريتني، ده انا عملت، ده انا سويت، ده انا مش عارف ايه، اوكي ماشي تمام خلاص انا فعلا غلطت في كذا وكذا وكذا وكذا، ها وبعدين لو انا فضلت بقى قاعده في العقل والافكار دي انا مش هخلص، انا كاني بقول للعقل انت عندك حق ان احنا نفضل نستمر في الوجع ده، وبيخلي الموقف اللي حصل ده، موقف الواحد مر بيه ده، هيفضل عايش جواه. فبالتالي انا محتاج بدل ما افضل قاعد في الحته بتاعه العقل دي، ان انا اعمل شيفت لحاجه تانية. طب انا هعمل شيفت لايه؟ لده، للجراتيتيود، اسال نفسي فين الدرس اللي حصل، فين الدرس اللي اتعلمته، كنت عملت حاجات غلط، يبقى خلاص ما كانش المفروض اعمل الحاجات دي، تصرف غلط يبقى انا خلاص امنع التصرف ده بعد كده، طلعت مشاعر كتير يبقى ما طلعش مشاعر بعد كده، طلعت مشاعر قليله وما بينتش يبقى المفروض تطلع مشاعر كتير. في الاخر احنا بنتعلم يعني حاجتين اساسيتين، حاجات جوانا بنعدلها لنفسنا، وحاجات مع الاخر، لان في الاخر الدنيا هي الحاجتين دول، يا انا بتعامل مع نفسي يا انا بتعامل مع الاخر. مع الاخر ابقى هعمل 1 2 3 وده اللي هغيره بعد كده، ومع نفسي يبقى 1 2 3 وهغيره بعد كده، بس دي الخلاصه. اخر كارت معانا الجروث، بيقولك استخدم خيالك، استنى كده اقرب الكارت، استخدم خيالك علشان تغذي مخيلتك او عقلك، وتعرف تعرف تاخد الاكشن الملهم من التصور بتاعك. بيقولك trust the seed of intention you grow، ثق ان بذرة التخيل اللي انت زرعتها والنية دي هتحصدها في الاخر. ده ملمس طبعا معايا اكتر في حتة النمو، وان انت تشتغل على الطريق اللي انت عايز تلاقيه، وده طبعا يعني الجروث مع موضوع البيلدينج ده، دول طبعا بيلمسوا مع بعض. تعالى بقى نشوف في الاخر كده الكارت اللي انا سحبته دوت هيقول ايه. اقولك في الامور الصغيرة ثق بعقلك، في الامور الكبيرة ثق بقلبك. مش شايفة ان انا محتاجة بصراحة ان انا فرويد تاني ان انا افسر الكارت ده. في ناس اصلا هتقتنع بالمقولة دي وفي ناس مش هتقتنع. لو مش فاهم المقولة قولي في الكومنتات هفهمها لك، بس انا سايبها لك تشوفها وتلمس معاك بقى مع باقي الكروت.
لو القراية دي عجبتك يا ريت تقولي في التعليقات لمست معاك بنسبة قد ايه. ولو عندك اقتراحات ل فيديوهات تانية قولها لي برضو في الكومنتات. يلا اشوفك الفيديو الجاي. باي باي. المجموعة التانية انت اخترت الكارت ده كارت النصيحة، هنشوفه في الاخر. تعالى نبتدي دلوقتي بأول سؤال. ايه هي حالتك دلوقتي علشان تتأكد ان القراية دي بتاعتك؟ تأمل معايا كده الكروت وشوف برضو ايه اللي ملمس معاك. انا شايفة حد يمكن خارج من علاقة عاطفية، مش لازم تكون حصلت دلوقتي، بس في عندك مثلا الكارت ده بيقولك what did I tell you don't mess with the love bullshit. انا قلت لك قبل كده ايه، ما تلعبش يعني بالكلام الفارغ اللي اسمه الحب. هنا بص قلبه برضو مكسور، في طبعا كلام كتير، معرفش هيبان هنا على الكاميرا ولا لا. شوف عينك برضو جاي على ايه. حد هنا بص البنت قاعدة عمالة تسكر وبتاع. في اغنية كده غريبة وقديمة قوي كان مطلعها تسكر تبكي زي العيل. ما اعرفش الاغنية اسمها ايه ولا فاكراها، هو اغنية غريبة بصراحة. بس البنت اللي قاعدة تسكر دي فكرتني بيها قوي بصراحة. ممكن تكون العلاقة دي سابتك بقى ايه يعني، كأنها قفلت على قلبك، او انت هتخلي مثلا قلبك كده ايه بقى محطوط في لوح تلج ده، ومش عايز بقى ايه تحب تاني، او انت قافل على نفسك يمكن حاليا. برضو في هنا قلب، برضو في هنا قلب، 3 قلوب. أم، عيني جاية برضو على القلب هنا وعلى كلمة love. فمعرفش فعلا دي ممكن تكون علاقة عاطفية، وممكن تكون برضو حاجة حصلت بشكل عام خلتك تتكسر. يعني ممكن تكون حاجة مثلا حصلت في الشغل او في العيلة، مثلا عندك حد لا قدر الله مثلا توفى او كده. فخدها على حسب هي جاية ازاي، بس هو في حاجة مش تمام يعني. طبعا الف سلام عليك. في هنا رسالة بيقول سكوربيو، شوف معرفش برج العقرب عندك فين في الخريطة الفلكية. بس بيقولك هنا you may not want to change، يعني ممكن تكون مش عايز تغير، ولكن العالم هو غير رحيم. ويعني وهيجبرك على التغيير ده. ففي حاجة انت ممكن تكون يعني ايا كان بقى اللي حصل، ممكن يكون بسببه ان انت كنت محتاج تتغير، فربنا بعتلك اللي حصل ده علشان تتغير. هو اخر كارتين معانا هنا ده ممكن يقولي حالتك ان انت حاليا كأنك قاعد قافل على نفسك، علشان سواء ان انت بقى بتعالج نفسك، بتعالج اللي انت تحاول تلم طاقتك وتحتفظ بيها عشان ترجع تاني تبقى كويس. وهنا ممكن تكون شايف نفسك يعني غريب او مختلف شوية. خد طبعا الرسائل اللي بتيجي دي حسب يعني ما انت شايف. ممكن تكون زي مثلا انت حاسس ان انت مختلف، مش اكتر من كده. مفيش اي حاجة تانية حصلت معاك عادي. الكارت ده برضو ظهر للمجموعة الاولى، فلو شايف انك شديت للاتنين ممكن تسمع الاتنين. تعالى بقى نشوف ايه اللي انت عايزه. تأمل برضو معايا الكروت كده. ممكن نحط توت هنا مثلا. انا قعدت اتأمل كده في الكروت شوية. الكارت ده بيقول where emotions are stored in the organs. المشاعر بتتخزن فين في الجسم، وانا عيني جت على العقل. فممكن تكون انت بتفكر كتير، عندك من التفكير الكتير ضغط على دماغك،
وممكن يكون على قلبك برضو، بما ان في هنا قلوب كتيرة طلعت يعني. فانت ممكن يكون عندك ضغط كتير ومشاعرك اتخزنت او بترجع تأثر على افكارك وقلبك، فانت عايز دلوقتي طبعا ان انت اكيد تتخلص منها. قعدت اتأمل في الكروت دي. وحسيت، بص هنا الكارت ده بيقولك الناس الأذكياء هما اللي بيتعلموا من كل حاجة وكل حد، الناس المتوسطة هما اللي بيتعلموا من تجاربهم، الناس الغبية هي اللي معاها كل الإجابات بالفعل. ده سقراط اللي قايل الكلام ده. هنا الكارت ده بيقول trust the vibes energy doesn't lie، وعيني جت على الكواكب او القمر ومراحل القمر. وهنا الكارت ده بيقول life is a daring adventure or nothing، يعني الحياة يا اما تجربة جريئة او ولا شيء. قعدت افكر ده ممكن يكون معناه ايه، وافتكرت الاغنية اللي انا لسه قايلاها في في الجزء ده. الاغنية الجزء اللي قلته اللي هو بيقول تسكر تبكي زي العيل وتكملتها لاجل علامك لسه قليل. ده يقول لي ان انت ممكن تكون يعني ما كنتش عايز اصلا تدخل التجربة دي، نفسك ان انت تتعلم كل حاجة وتتعلم من كل حد بس من غير ما تدخل تجربة. يعني انت عايز تعمل الاتنين دول، انت عايز تعمل الاتنين دول، تتعلم من كل حاجة وكل حد بس في نفس الوقت مش عايز تدخل في تجارب. وده بيفكرني ان احنا كلنا، ده غالبا يعني كلنا اللي بنقعد نقول اللي هو ليه يا رب بندخل في تجارب صعبة ومؤلمة، ان في الاخر احنا لازم نتعلم. وجزء من التعليم ده هو ان احنا نقدر اصلا الحاجة، يعني لازم نمر بالحاجات الوحشة الاول، تمام، هنقول مر بالحاجات الوحشة الاول عشان لما يجيلنا بعد كده الحاجات الحلوة خلاص نعرف نقدرها. زي ما بيقولك مثلا هتقدر النور ازاي غير لما انت تقعد في الضلمة، هتقدر ان انت قيمة الفلوس ازاي لو انت مثلا مش مفلس او عمرك او بتحصل عليها بطريقة صعبة. هي دايما كده، ان في الاول احنا لازم كلنا نمر بتجارب صعبة وبننضج منها، واعتقد مع الوقت هي التجارب دي بتبتدي تبقى اقل صعوبة علشان بعد كده نبتدي بقى ايه يعني نتعلمها ونرجع بقى نطبقها في حياتنا وبتاع. فاحنا في الاول لازم يعني نعدي بالتجارب دي. فانت قد تكون انت يعني ما مرتش بتجارب كتيرة، يعني الجملة اللي افتكرتها بتاع لاجل علامك لسه قليل، انت ممكن تكون ما مرتش بتجارب كتيرة، فقد تكون انت مريت بقى بالتجربة دي علشان تاخد الخبرة دي اللي انت هتاخدها منين. وده فكرني دلوقتي بمسلسل كنت شفته، ان كان بيقول يعني ان مفيش حد يقدر يتعاطف مع حد ولا يفهم ألمه إلا لو مر بنفس الظروف أو ظروف مشابهة علشان تخليه يفهم الألم ده. فقد تكون انت محتاج اصلا ان انت كنت تفهم الألم ده او تحس بيه او تختبره في حياتك لموقف ما. يمكن لو دي فعلا علاقة يبقى شريكك اللي جاي هيكون اوريدي مثلا مر بعلاقة، فانت تبقى فعلا متفهمه، مش مجرد مثلا واخد الكلام ده من فوق السطح وخلاص، اللي هو انا مقدر زعلك واقلب، لا. و ممكن تكون اللي هو عايز يبقى عندك الحنكة هنا، او ان انت تعرف تقرا الناس بس بطريقة مثلا سهلة، او ان انت تبقى عندك التالنت دي ان انت تقرا الناس وتحس بالفايبس بتاعتهم، بس في الاخر انت مش هتعرفها غير لما اصلا تقابل ناس وحشة. هو كان لازم التجربة، كان لازم التجربة، ده اللي انت كنت عايزه، انت ما كنتش عايز تدخل اصلا التجربة. وممكن ما تبقاش تاني عايز ان انت كنت تحس بالألم او الاحاسيس اللي هي التقيلة دي. الكارت ده بيقول كابريكورن الجدي. بيقولك في فرق او زي شعرة كده ما بين الآلهة والوحوش. ده بيفكرني من الاخر، بص فيه هنا يعني سكينة وبتاع، وفيه تعبان ومقطوع راسه وبتاع.
الجدي قدامه على الناحية التانية سرطان، فشوف عندك السرطان والجدي في الخريطة عاملين ازاي وعلاقتهم ببعض ازاي. يعني السرطان بيبقى عاطفي جدا، بيبقى المشاعر هي كل دي طاقة سرطان، دي طاقة سرطان. الجرح والكسر والبتاع السرطان لو زي ما انت عارف كده اللي هو كائن حساس جدا، بأقل فعلا فايب يعني او اقل اهتزاز في صوت هو ممكن يسمعه فيجري يستخبى على طول او يدخل جواه، يدخل جوه الشل يعني بتاعته. ف ممكن تكون حساس جدا، وفي نفس الوقت بقى على الناحية التانية اللي هو يقطع عرق وسيح دم ويلا انا مش عارف ايه. فممكن يكون الطاقتين دول متنافرتين جدا، وانت كنت محتاج ان انت توازن بقى بينهم. دي حاجة. ممكن يكون كل اللي حصل ده علشان اصلا ان انت ترجع لنفسك الحقيقية. يعني بيقولك انا I embrace my true self. فممكن تكون ان انت عايزه برضو ان انت ترجع لنفسك او ترجع لوضعك الطبيعي. الكارت ده بص الشكل ده برضو بيفكرني باللي هو الشكل المتاهة زي بتاعة العقل. شوف برضو كده تأمل الكروت. ولو انت طبعا وصلك اي رسائل تانية من شكل الكارت او الكلام اللي مكتوب فيه، حط هنا زي ما هو اللي انت عايزه. هنا بقى هحط اللي انت محتاجه، وغالبا الدنيا هي بتدينا اللي احنا محتاجينه. اوكي انا مكتوب one day at a time. تأمل برضو معايا الكروت كده و نشوف مع بعض. طيب انا تأملت كده الكروت. اللي انت محتاجه ان انت تبطل تقول لنفسك مش دلوقتي. يعني لو انت من النوع اللي انت مش عايز كل شويه لا تحس الاحاسيس اللي انت حاسسها، ولا عايز ان انت تتعامل مع المشاعر دي وعمال لا يلا اقلب ونكمل حياتنا، لا هقولك مش دلوقتي، لازم تقعد شويه مع مشاعرك. الكارت ده بيقولك ما تخليش غلطه واحده. هايش بيفوكس ليه؟ ايوه كده. بيقولك ما تخليش غلطة واحدة يخليك تنسى انت تقدمت قد ايه. ولكن بالنسبة لي يعني انا حسيته اللي هو بيقول لا خلاص دي مش نهاية الدنيا، فمش نهاية الدنيا وخلاص الدنيا قفلت لا، الدنيا مكملة عادي. اللي انت محتاجه ان انت تعرف ان اهو تاني انت sometimes you win sometimes you learn. ده كان درس بالنسبة لك. الفكرة ان انت تسأل نفسك ايه الدرس اللي انا اتعلمته. وتاني لو تشدت المجموعة الاولى، شوف المجموعة الاولى كنت اتكلمت عن حاجة ازاي ان انت تحول افكارك من خلال الجراتيتيود او الامتنان، وما تقعدش في التفكير ده كتير. فشوف دي هيفيدك. الكارت ده بيقول I figured everything out. انا ادركت كل شيء او عرفت كل شيء، ولكن بعد كده نسيت و still I can't remember، ولسه مش قادر اتذكر تاني. ده محسسني برضو اللي هو انا اوكي عملت تحليل، فجأة فهمت فين المشكلة او كده وبعد كده نسيت. اللي هو في استعجال على ان نخلص الكلام ده، او اللي هو ما مش عايزه اقعد في الهم كتير، او مش عايزه اقعد في الزعل كتير، او عايزه اكمل بقى حياتي. خلينا نخلص. لا، بالراحه. بيقولك اقعد واستنى، ما تستعجلش. الكارت ده بص الكارت ده بيقولك tie that beast down. اربط الوحش ده. وهنا ما فهمتش اللي هو ايه المقصود، فسألت ايه بقى الوحش ده، فطلعلي الكارت ده اللي هو I don't want to calm down. اللي هو انا مش عايزه. انا بص ده واحد قاعد على سلم
قاعد دخل في سجاير، قاعد مع القمر مع نفسه، قاعد منعزل عن الناس وبيقول لك انا مش عايزه انزل، مش عايزه اكمل. فحسيت اللي هو لا ده برضو شبه ده. بص هنا في اهو بتاع دوت التعبان المقطوع راسه ده، برضو التنين ده. فاللي هو تاني مفهوم السرطان والجدي هنا، ان السرطان المشاعر قوي قوي قوي، ان هو برج مائي، والجدي هو برج ترابي. فاللي هو زي ما بقولك اقطع عرق وسيح دم وبتاع. فاللي هو خلاص بقى خلصنا الدرس، يلا خلاص يلا بينا بقى نموف فورورد على طول، ماشي ها يلا. فلو لا هي مش كده، لازم يبقى فيه توازن بين الاتنين. اقعد مع مشاعري شويه واكمل حياتي شويه، اقعد مع مشاعري شويه هكمل حياتي شويه، او هقعد مع مشاعري تمام لغايه اما نخلص، بعد كده نبقى نرجع بقى نكمل حياتنا بعدين. ففكره التوازن هنا. انت محتاج بص معايا كده وشوف برضو عينك جايه على ايه. انا عيني جايه على I deserve love و I deserve peace. فهو لا، اعرف ان انت تستاهل ده، تستاهل الحب، تستاهل السلام. فما تخليش نفسك يعني يعني ما تحسش ان انت خلاص بقى بالعافية هنحس الكلام ده. احسه بشكل حقيقي، وخد وقتك وانت بتحس ده. يعني في الاخر الموضوع هنا كله 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 مشاعر. واحس بالامان بالراحة، اهدى شوية، محتاج تحس كده. بص البنت يعني متغطية بالارض، مطمنة كأنها جزء من الطبيعة. فحس بالامان الداخلي، محتاج تحس بالامان الداخلي. واخيرا اخر كارت معانا ده النصيحة. ويا ربي على التزامن، بيقولك لا تجزع من جرحك، وإلا كيف النور أن يتسلل إلى باطنك. الكارت ده يقولي ان كل اللي حصل ده علشان يرجعك لنفسك. هنا يرجعك لنفسك. I embrace my true self، ان انا ارجع لنفسي، انك تتغير. في الاخر احنا بنفضل طول حياتنا بنتربى بشيء بعيد عن تقريبا حقيقتنا. فكل اللي بيحصل من مقاسي بيرجع يرجعنا لحقيقتنا تاني الأصلية، كأننا زي الأطفال. ف ده كان الكارت بتاعك. اتمنى تكون القرايه دي عجبتك. يا ريت تقولي في التعليقات الى اي مدى لمس معاك او باي نسبه يعني. واشوفك الفيديو الجاي. باي باي. المجموعه الثالثه مكنتش هعمل المجموعه بتاعتك بصراحه. بس خلينا كده ايه يعني نختار كارت معانا ونبتدي باول سؤال على طول. ايه هو حالتك دلوقتي عشان تتاكد ان دي المجموعه بتاعتك. تأمل معايا كده الكروت برضو. تأمل كده معايا الكروت برضو. في هنا بنت قاعدة لوحدها، يعني حاسة بوحدة من الكارت ده. الكارت بيقول clearing all negative energy from my body mind spirit، يعني بتخلص من الطاقة السلبية من جسدي وعقلي وروحي. ممكن يكون ده اللي انت بتعمله، او ان انت قاعد لوحدك. ممكن تكون قاعد مع بقى عقلك ومشاعرك وتفكيرك، سواء بقى انت عندك يعني افكار اصلا سلبية او طاقة سلبية ولا لا. بس انا وصلني من الكارت ده حد قاعد لوحده مع نفسه، قد يكون شاعر بالوحدة، او قد يكون هو اصلا في عزلة. في هنا الكارت ده بيقول empower yourself not to give a fuck.
يعني طنّش بالبلدي. فمعرفش ده كلام ممكن تكون أنت اللي بتقوله لنفسك ويا عم طنّش، سواء بقى في حاجة حصلت في حياتك والّا لأ. أو إن ده ممكن يكون مثلًا attitude العام بتاعك، يعني اللي هو دايمًا أي حاجة كبّر دماغك وخلاص يعني. تأمّل برضه الكارت ده كده معايا. في قطة هنا بتبُص على الوردة والفار ده. ممكن تكون بتتأمل حاجة في حياتك أو حد بيديلك مثلا حاجة في حياتك، أو انت بتدي حد الحاجة. الكارت ده طلع تقريبا مجموعة مش فاكرة الأولى أو التانية. هو برضو والكارت ده، فلو انجذبت يعني اتشديت لأي مجموعة منهم، ممكن تشوف المجموعة دي. لو ما اتشدتش خلاص، كبر دماغك يعني، مش لازم. بص معايا برضو في الكارت ده وشوف كده انت عينك جاية على ايه. انا عيني جت على، اولا ممكن تكون هنا بتشوف النيدز بتاعتك او احتياجاتك، سواء بقى هي mental health او health، بس يعني صحتك بشكل عام. انا عيني جت في الاول على self transcendence و self compassion، يعني التعاطف مع الذات والارتقاء زي بالذات يعني. شوف كده انت عينك برضو جاية على ايه. ممكن تاخد الكارت سكرين شوت، تحس يفضل قدامك. آم، في هنا بيقول الكارت ده بيقول memory of my social life، يعني في ذكرى حياتي الاجتماعية. فممكن تكون انت في ناس فقدتهم، آه، او انت اصلا دايرة الاجتماعية بتاعتك صغيرة، او تكون دايرة الاجتماعية بتاعتك يعني كانت عادية بس في حاجة حصلت. بس يعني الكارت ده محسسني ان في نوع من الفقد، يعني نوع فقد اجتماعي، سواء بقى اصدقاء او اهل او ايا كان يعني. بص برضو على الكارت ده وشوف كده عينك جاي على ايه. انا عيني جت على peace و healing. فده حاجة انت ممكن تكون بتعملها او عايزها او محتاجها يعني في حياتك، ان انت تحصل على السلام والتشافي من امر ما، خصوصا لو في حاجة حصلت برضو في حياتك. الكارت ده بيقولك آرائهم هي مش مشكلتك. فممكن تكون لو في حد مثلا بيتكلم عليك في حاجة او وصلك كلام مثلا من حد، او انت بشكل عام بيهمك آراء الناس، فالكارت ده بيقولك لا، يعني آرائهم اصلا هي مش مشكلتك، مش موضوعك. وفي برضو الكارت ده بيقول اللي هو انا دلوقتي برجع زي النسخة الأصلية بتاعتي، أو النسخة اللي أنا مفترض كنت أبقى عليها. فدي حاجة ممكن تكون بتبقى بتعملها أو بتحسن وتطور من نفسك بشكل عام. لو انت كنت في حياتك كل شوية مثلا بتلاقي نفسك بتتغير، بس مثلا بتتغير مثلا للأوحش أو بطريقة انت مش حاببها، فبتحاول ترجع للنسخة الأصلية منك. ولكن لاحظت هنا ان في هنا المراية، وبرضو هنا بص المراية يعني بتبص على نفسها. ولسه دلوقتي اول مرة اخد بالي ان هي بص ماسكة زي فرشة كأنها بتحط لها مثلا ميك اب او حاجة. ما اعرفش، مثلا ممكن تكون لسه مثلا انتي بتتعلمي ميك اب مثلا جديد، او انتي عايزة تطوري من نفسك في حاجة او تهتمي بنفسك زيادة. بس مفهوم المراية والنظر للذات ده حاجة انا شايفاها في الكارتين دول. هنحط الكروت دي على جنب دلوقتي، وهنشوف بعد كده السؤال اللي بعديه ايه اللي انت عايزه، او اللي انت عايزه مش بالضرورة يكون هو اللي انت محتاجه. ولكن خلينا نشوف كده ايه اللي انت عايزه حاليا. تأمل برضو معايا الكروت كده. الكارت الاولاني معانا بصوا، هنا بيقولك take your time. يعني خد وقتك. فممكن تكون انت محتاج وقت في حاجة عشان تعملها او تشوفها او كده،
وانا عيني جت على الكتب دي. معرفش انت بتدرس حاجة او محتاج وقت ان انت تقعد تدرس حاجة، ولسه واخدة بالي دلوقتي ان في كتب هنا كمان. فهنا في 1 2 3 4 5 6 7 8، ومعرفش بقى ده ورق ولا ايه. معرفش انت بتدرس حاجة ولا لا يعني، بس في هنا كتب كتيرة. معرفش برضو انت بتقرا حاجة، يا ريت تقولي في الكومنتس يعني الكلام ده فعلا صح ولا غلط. آم، ال آم، الكارت ده فيه هنا زي ميزان، والعقل والقلب موجودين. الميزان هنا طابب اكتر للقلب. ولكن انت ممكن تكون، بما نسأل بقى انت عايز ايه هنا، انت ممكن تكون عايز ان انت لا توازن بين الاتنين. وانا لسه بقول الكلمتين دول. كنت بقول هو ليه دايما ان انا يعني يا اما اختار يعني المتعارف عليه دايما يقول لك العقل ولا القلب. لا، فهو ليه دايما عقل يا قلب؟ ليه دايما الاتنين دول بس؟ ولسه بقول كده لقيت الكارت اللي بعديه على طول مكتوب فيه هنا I'm letting my instincts lead me forward، اللي هو انا بخلي غرايزي هي اللي تدفعني للامان. فاللي هو يمكن هنا المقارنة مش بالاتنين بس، لا هو عندي انا كبني ادم عندي اكتر من حاجة اقدر استخدمها، وهو مثلا عقل والمشاعر كمان والجسم. يعني الانستكت هنا او الغريزة هي بتبقى جزء من الجسم، فبالتالي انت ممكن تكون بقى ممكن نقول هنا محتاجه، رغم ان احنا بنسأل ايه اللي انت عايزه، بس ممكن يكون انت محتاج ان انت تشغل التلاتة دي مع بعض، التلاتة دول مع بعض. ولسه هنشوف برضو طبعا ايه السؤال الجاي ايه اللي انت محتاجه. في هنا انتي ديبريسنس، معرفش انت ممكن تكون عايز تاخد او بتفكر تاخد انتي ديبريسنس في حاجة. وهنا الالوان دي يعني هنا الكارت ده فيه بينك شوية، فمعرفش دول برضو ريليتد بعض. يعني انت يعني تعاملك مثلا مع العالم الخارجي هل بيصيبك بالاكتئاب ولا لأ؟ بس دي حاجة جت في بالي. وخصوصا برضو ان في هنا بص البنت هنا في محبوسة، وهنا في قطط برضو محبوسة. فاللي هو في نوع من الخنقة يمكن. وخصوصا ان احنا قلنا اهو بص يعني برضو هنا بص البنت قاعدة لوحدها، وهنا دي قاعدة لوحدها بس جوه الازازة. فدي ممكن تكون حاجة انت بتفكر ان انت عايزها. وفي هنا برضو الكارت ده بيقولك people are stupid، ان الناس اغبياء. فمعرفش برضو حتة فكرة الناس والتعامل مع الناس. يعني تاني هنا فكرة ممكن بقى نقول ان في هنا تعامل مع الناس، اراء الناس وانا وتأثيرهم عليا كبني ادم. برضو هنا الناس، او سواء بقى حد بيديني حاجة وانا بدي لحد حاجة. هنا بيخلي يعني لو بيخلي مثلا حد قاعد لوحده، حد مثلا بيتعامل مع الناس ولكن من كتر ما هو بيتعامل مع الناس بيتخرق مثلا منهم فيرجع يقعد مثلا لوحده. دي مثلا ده سيناريو يعني مش لازم طبعا ينطبق عليك. ولكن ده الصورة اللي ابتدت تتضح يعني ليا فكرة التعامل مع المجتمع بشكل عام. تعال نشوف بقى انت محتاج ايه. ماشي هاخدهم والله، مش يلا رزقك. عشان بشوف لك كتير قوي. ممكن ناخد واحدة كمان. كنت بقول واحدة طلع لك اتنين. ماشي، عمالة كنت عايزة اسحب واحدة هنا بالطول برضو بيطلعوا بالعرض. خلي دي هنا برضو. تأمل الكروت معايا، استنى انا احطهم اهو قدامك. خلي دي، استنى باينك ماشي. تأمل كده الكروت معايا لحظة. الكروت هنا قعدت تأملتها كده بشكل عام. ووصلني منها رسالة ان ركز على نفسك وعلى اهدافك، وما تخليش موضوع الناس ده يشغلك كتير. يعني لو انت عندك مشاكل مع الناس او تعاملات مع الناس، ثم ان انت بفكر ان انت بقى عايز
تقعد مثلا لوحدك تاخد مضاد اكتئاب مش عارف ايه. لا، هو الكروت هنا بقى بتقولك اللي انت محتاجه هو اللي انت تركز في نفسك. يعني بص، اول كارت البنوتة العسولة الجامدة دي بص قاعدة روشة جدا في نفسها، كول يعني، ومش هاممها حاجة. يعني متخيلة مثلا البنت دي ممكن تنزل في الشارع وتقعد ترقص في الشارع مثلا بالطريقة دي. هي ممكن اوصفها ان هي زي ما قلنا كول، لطيفة جدا، عسولة، آم، مش هاممها حاجة، مرحة، فري فري قوي. وده برضو فكرني او حسسني بالكارت ده. يعني البنت برضو بص شعرها بيطير مع الهوا، وفي شعرها شجر وورد ومش عارف ايه. ف حرة حرة قوي. فخليك حر. يعني لو انت الناس هنا ليهم عليك سلطة، لا تحرر من السلطة دي. وخليك في نفسك، ما يهمكش اصلا حد، ما يهمكش ارائهم. ركز في اهدافك. في هنا I love money او I heart money. ده يقول لي على الاهداف العملية. لو انت بتفكر في السفر برضو سافر، او ده ممكن يكون تأكيد ليك بالفعل. بيقولك هنا stand for something، يعني ندافع عن قضية ما. ده برضو يقول لي حاجة مثلا عن الشغل او السعي العملي بشكل عام. وفي هنا بيقول 7 pillars of wisdom، السبع أعمدة للحكمة. والحكمة دي بقى هنا يعني سواء برضو هنستخدم اللي انت تعرف تتعامل ازاي او تتصرف مثلا بحكمة او تطبق القوانين دي في الشغل. بس ده نفس الكلام او اللي انا حسيته في الكارت بقى ده، لما كنا بنقول هو انا العقل ولا القلب. لا، ما هو عقل وقلب وجسم، فبالتالي التلاتة دول مع بعض ممكن نطبق عليهم بقى الحكمة دي، بحيث ان التلاتة مع بعض يعني يطلعوا لنا الحكمة دي. ممكن تاخد سكرين شوت وتشوف برضو ايه عينك جاية على انهي كلمة بالظبط. الكارت ده برضو بيقولك زي تنبيهات كده يومية. بيقولك small acts turn into big changes. الأفعال الصغيرة بتتحول بعد كده لتغيرات كبيرة. ركز على ان انت تعمل حاجة كل يوم. اعرف ان الحاجات اللي بتقع منها او الوقعات يعني هي جزء من الرحلة. ما تنساش ان انت يعني يعني تتبسط بالحاجات اللي انت عملتها حتى لو كانت صغيرة. واعرف ان كل الحاجات الكويسة بتاخد وقت. فبالتالي ده برضو حاجة عملية. وبرضو ده هنا begin anyhow، ابتدي من اي طريقة، سواء بقى ان انت تبقى نفسك وتبقى حر كده، او ان انت تطبق الكلام ده على الشغل زي ما احنا قلنا. في هنا بنت برضو بص مطمنة، نايمة كده وسط الطبيعة، مش فارق معاها حاجة. فده برضو يعني نفس الكونسبت هنا. اهو برضو be proud of your progress، سواء ان انت تبقى نفسك، وان انت هنا زي ما قلنا هي راحت فين ان انت ترجع تاني هنا لنفسك، سواء ده البروجرس اللي انت حققته نفسيا يعني، او ان انت بتحقق حاجة عمليا. برضو هنا في تاني ممكن تاخد سكرين شوت تشوف برضو عينك جاية على انهي جملة. ده بس ده بيقولك بشكل عام طرق كتيرة ان انت يعني تحس عايزة اقول مثلا ارتواء ذاتي، او ان انت يعني تحس ان انت من جواك مليان. عارف كده لما حد يبقى جعان وفجأة يقعد ياكل بقى وبطنه بقى تتملي، فيا بقى الاختلاف ده. فهي هنا ان انا املى روحي واحس ان انا مرتوي بنفسي. فبيقولك مثلا هنا سلو داون، بطأ شوية، اعمل تأمل، اكتب في الجورنال بتاعك، او روح مثلا تمشى، حاجات من دي عشان تحس ان انت مركز تاني على نفسك. وهنا اخر كارت معانا برضو ممكن تاخد سكرين شوت تشوف عينك جاية على ايه.
هنا بيقولك stop think choose. ده بالنسبة لي بيقول لي برضو ممكن زي طريقة كده ان انت لو محطوط في موقف هنا تقدر تتصرف بالطريقة دي. بيقولك وقف افكار، اتنفس ببطء وبعمق وشوف مثلا انت حاسس ايه، او حتى شوف حتى احاسيس الناس اللي قدامك، يعني حاول تقرا اللي قدامك كمان. وده جزء برضو من الذكاء والحكمة. فكر فين هنا المشكلة، ممكن ايه هي، وفكر ايه هي هتكون توابع افعالك. يعني انت دلوقتي ممكن تكون سي مثلا بتقول كلمة او بترد بعفوية زيادة، لكن مش عارف ما مدى العفوية دي هيبقى اثرها ايه، سواء عليك انت او على الطرف الاخر. بيقولك لا، فكر الاول وشوف عواقب افعالك هتكون ايه، وبعد كده اختار بقى طريقة ان انت بقى تتصرف بيها. سواء بقى انت عايز تختار طريقة معينة تعدل من اسلوبك، تتكلم مع حد، تاخد دعم، تأجل موقف، مش هفكر دلوقتي، مثلا تهدى الاول، وهكذا. ده برضو نفسيا او عمليا. ده كده اللي انت محتاجه. وتاني عادة ربنا والكون يعني بيبعت لنا الحاجات اللي احنا محتاجينها، مش اللي احنا تقريبا عايزينها، لان احنا عايزينه غالبا ما بيبقاش فيه توازن او مش بيخدمنا يعني. واخيرا كارت النصيحة بقى اللي احنا شفناه مع بعض بيقولك التفكير لن يتغلب على الخوف، لكن الفعل سوف يفعل ذلك. ده برضو ممكن نطبقه سواء عمليا او نفسيا في تعاملك على الاخر. شوف برضو هيلمس معاك بايه. دي كانت قرايتك. اشوفك الفيديو الجاي. باي باي.